لو سمحت، ايوه. ممكن تفرجنا على فيلتك؟ دلوقتي معلش سريعا بس. عندي ميتنج والله. اصل انا عايز اشتري واحده زيها. ما انا اصلا عارضها للبيع. طب ممكن توريها لي بقى؟ طب تعالى شوفها يلا. احنا هنا في واحد من ارقى 3 كومباوندات في مدينه الشروق. ندخل هنا من البرايفت انترنس بتاعنا. عندنا هنا اشجار ونخل شكله في منتهى الشياكه والفخامه، ومدخل للعربيه لو بتحب تركن عربيتك جوه. انا شخصيا بحب اركن بره. وعندنا هنا طبعا مكان للصباريات والاشجار المثمره. ونيجي بقى ندخل من الباب، بس قبل ما ندخل لازم تعرف ان ده مش باب عادي، ده باب معمول من الارو النسيف، وده عباره عن زجاج معشق بيعمله فنان ودكتور في كليه فنون جميله. ندخل من هنا. اول حاجه تعالى اوريك المكتب بتاعي. لا ده مش مهم، عايزين نخش على البسين على طول. طب تعالى، لا الاول تعالى اوريك الجيست تويليت بتاعنا. ده حمام للضيوف لو انت مثلا عندك ضيوف او حاجه. بعد كده ندخل على المطبخ. المطبخ برضو بالكامل انا هسيبه مع الفيلا بالاجهزه البلت ان بتاعته كلها. عندنا هنا باب بيدخلني على الجاردن على طول، وهنا الجزء الخاص بالميه، يعني الحوض والغسيل احنا عاملينه جوه، لكن هو ممكن يبقى لاندري روم، والحوض الطبيعي بتاعه انه يكون في المنطقه دي. بس طبعا احنا ما بنحبش البلل بس هنا، لان احنا بناكل وبنشرب وبنفطر في المكان هنا. اكلمك عن الرخام. السلم مثلا عندك السلمه الواحده 2 سم، مش مجرد ان هي معمول لها مرايه، لا ده هي السلمه نفسها 2 سم. اسيبك بقى تاخد لفه كده في الريسبشن بالسفره الجميله ال10 كراسي دي، معمول لها دايننج روم مخصوص، ان انت هتلاقي البوفيه والاوفال موجود جوه، بيدخلك على الاوضه بتاعه الغفير لو عايز تدخل او تخرج من هناك. وبعد كده هتلاقي الصالون، مكان ما انا بحب اقعد كده واشرب كوبايه القهوه بتاعتي الصبح. وبقيت الريسبشن معاك ريسبشن كبير. تعالى ما نضيعش وقت ونشوفه كله. هنا تقدر تعمل انتريه قعده واثنين وثلاثه لو تحب، ولكن انا بحب المساحات الفاضيه. هنا عندنا مكان اسمه وينتر هاوس او سان هاوس. دي غرفه بتسيرف مخصوص على البسين او على البول. نتكلم غرفه مساحتها مش صغيره، غرفه كبيره جدا وكمان مكيفه. ممكن بقى ندخل على البول على طول، عشان انا عارف دي الحاجه اصلا انت جاي تتفرج عليها. دي حقيقه بصراحه. هندخل هنا هنلاقي ان دي زي تراس خفيفه كده. انت بص بصه على ما انا اقعد في القعده المفضله بتاعتي، وهي المرجحه وقعده الروقان كلها. اوريك حاجه مميزه انت ممكن ما تاخدش بالك منها. انت لو هتفتكر ان ده مجرد بول للاطفال وبسين للكبار او بول للكبار، لا احب اقول لك ان ده عندنا جاكوزي بالقعده بتاعته. وكمان نتمشى شويه هنا هنلاقي ان عندنا البول ده 170 سم، العمق بتاعه بيطلع معايا لو في اطفال العمق بيقل، وعندنا ليه سلم مخصوص. هنا المكان للشوي، هنا مكان خاص بالقعده والاستجمام. اما بقيه الجاردن فمليانه باشجار مثمره، زي شجر الموز اللي احنا اوريدي بناخد منه محصول بشكل كبير جدا، وشجر المانجا العويس. الشجره دي لوحدها واخدين منها محصول باكتر من 8000 جنيه السنه دي بس. عندنا بقى هنا الحمضيات والليمون والبرتقال واليوستفندي. وعندنا هناك هنبص نلاقي الرمان، عليه رمان بالفعل، وشجر حاجه كده عمرها بال20 سنه، يعني لو حبيت تجيبها النهارده ولا كنوز الدنيا كلها. بص مثلا نخله شبه كده، حاجه من الحاجات اللي هي يعني لو حبيت تجيبها النهارده ولا تدفع فيها 50,000 جنيه، ده لو لقيتها يعني. تعالى نتفرج على الرمان مالي الشجره ما شاء الله. وواجهه الفيلا بتاعتنا من هنا بالكامل بحري، بتطل على اكبر جنينه في الكومباوند واعلى منسوب في المدينه بالكامل. تحب نطلع الدور اللي فوق؟ يا ريت ماشي. يلا.
تعال افرجك على الدور اللي فوق، بس قبل ما نطلع قرب لي كده وبص اوريك تفصيلة صغيرة ولكن مهمة جدا. السلم هنا رخام، كل سلمة معمولة بارتفاع 5 سنتي. طبعا اليومين دول بيعملوا السلمة 2 سنتي ويعملوا لها مراية، لا دي السلمة اكنها سلمتين في بعض 2 انش. نيجي للتحفة الفنية اللي اتكلمنا عليها، الزجاج المعشة اللي بيعملها الدكتور حاتم فوزي رحمة الله عليه. ده بيتعمل بالوحدة حتة حتة كده، بحيث ان يدخل لي الضوء بتاع النهار، وكمان لو في اضاءة بالليل تدخل من غير ما انا اشغل اضاءة داخلية، وكمان شكلها يكون حاجة في منتهى كده الجمال والفخامة. تعال افرجك بقى على الليفنج روم، او اول مكان بيقابلني في الدور الفوقاني. هنا دي كانت اساسا غرفتين، يعني ينفع تتقسم لغرفتين. احنا فاتحينهم على بعض وعاملينها غرفة واحدة عشان القعدة معظمها بتكون هنا. زي ما انت شايف ممكن اقعد اشتغل من هنا، بنعمل اكل، بنقعد بناكل. هنا الفيو بتاعنا بيكون على منطقة القصور، لان هنا دي افخم منطقة في الكومباوند كله، منطقة القصور او اسمها المنطقة رقم 1. بعد كده بندخل عندنا طرق التوزيع، 3 اوض، ال3 ماستر، ودي صعبة جدا. كل غرفة فيها تويلت خاص بيها، وفيها كمان تراس بيبص على البول. ندخل اول اوضة، عندنا هنا التويلت، وعندنا هنا التراس. تعالى ورايا ندخل على طول على الغرفة التانية لانها اكبر شوية. احنا دايما بنحب نطفي الانوار عشان نشغل نور الشمس، نور ربنا، مفيش احسن من نور ربنا. هندخل من هنا، هنبص نلاقي ان الاوضه مساحتها حلوه جدا، حوالي 6 متر او 7 متر، والتراس بتاعها برضه بيفرجني على البول على طول، وبحري بالكامل، كل شبابيك بحري بالكامل. هنيجي هنلاقي ان عندنا هنا تويلت خاص بالاوضه دي، وكمان دريسنج روم او ستورج روم. شوف بقى احنا ممكن نحب نعمل فيها ايه. وبعد كده نيجي للغرفه الماستر اللي هي اساسا على مساحه غرفتين. اول حاجه لان فيها تويلت خاص بيها بجاكوزي من اكبر انواع الجاكوزي الموجوده في الماركت كله. اراهنك لو لقيت جاكوزي اكبر من ده. بعد كده ندخل على المكان هنا. المكان هنا بالكامل معمول من الباركيه المسمار، حاجه كده من الاخشاب الجميله جدا. نبص هنلاقي عندنا هنا الاوفال، عندنا هنا البوفيه، عندنا الفوتيه. ندخل عندنا برضو تريد ميل عشان الصبح كده، ونخرج بقى للقعده الجميله بتاعت اول ما تصحى من النوم. بالله عليك في اجمل من انك تصحى على المنظر ده؟ تعمل مكالمة تليفون، تقف تفكر، تقعد هنا تشرب حاجة، يبقى مثلا قاعد كده وتفصل خالص عن دوشة الشغل وعن الزحمة والزحمة اللي بتقابلها في يومك. لو الفيو هنا مش عاجبك تعال افرجهولك من فوق. عندنا غرفة بحمام فوق، ممكن تتعمل غرفة للمكتب، وممكن كمان تتعمل غرفة نوم مستقلة. ممكن تتعمل ليفنج، تقفل الليفنج ده وتعمله غرفتين نوم زي ما هو كان موجود، ونسيب فوق على انه الليفنج. طبعا الازاز بتاعنا المعشق مكمل معانا الفيلا بالكامل، وهنا الارتفاع يكون حاجة محترمة جدا. ده باب حديد لو عايز تخرج على الاول دور على طول. اما دي اوضه احنا الصراحه ما بنستخدمهاش، احنا احتياجنا بيكون بسيط شويه، فانت لو عايز تستخدمها واي نوت. عندنا هنا اوت دور او البنت هاوس اريا بتاعت الروف. عندنا مساحه ما تقلش عن 200 متر صافي، تحرك فيهم، تشوي فيهم، تعمل فيها عزومه، تعمل فيها حفله، تعمل فيها خطوبه. يعني من فتره قصيره كان عندنا حد برضو من حبايبنا هنا كانت خطوبته في الجاردن هنا. حابب انوه ان ده اعلى ارتفاع في مدينه الشروق
كلها اعلى بوينت تقدر تجيب فيها فيلا مستقله، تشوف فيها اعلى فيو، تشوف طريق اسماعيليه وتشوف طريق السويس. انت في السنتر بوينت بتاعه الشروق، والفيو اللي انت رايح تبص عليه ده دي تعتبر مدينتي. طبعا المكان كله ساكن، ما كانش فيه غير الفيلا دي، ولسه في حد اشتراها ودلوقتي بيحفر، بيعمل البول وبيركب الخزانات وبيعمل تعديلات في الانشائي. فهتلاقي ان كمان مفيش فيلا هنا مش ساكنه، المكان بالكامل ساكن. المساحه هنا 1000 متر للارض و500 متر للمباني. بنتكلم في 3 ادوار، الدور الاول مساحته حوالي 240 متر والتاني حوالي 225 متر. اما بالنسبه للروف فهي غرفه صغيره، بنتكلم في حوالي 27 متر، يعني الاجمالي بتاعنا حوالي 500 متر. شوف يا اخي الكلام خدنا ونسيت اسالك تشرب ايه. امسك بس الماي بتاعي عشان زهقان. لا انا بلاش نشرب ايه دلوقتي، خليها بقى لما اجي اشتري الفيلا. بس قول لي دي عامله كام؟ لا السعر ده بقى هقوله لك على الخاص.